سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لازلنا في سلسلة الأجبان، هكا تلقاو إن شاء الله في هذا الشهر الكريم. نقول لكم صحة رمضانكم، كل عام وأنتم بألف خير. إن شاء الله تخلي علينا بالصحة والهنا يا الأحباب. شوفوا ليا هذاك الجبن الأحمر، إيه مدام جبت لك اليوم الجبن الأحمر بكل تفاصيله، وصفة أكثر من رائعة. راح تشكروني عليه بزاف بزاف، بدون أي إضافات، لا جبن لا سيت سيتريك لا بيكربونات لا خميرة الحلويات ولا شيء، جبن طبيعي 100%. يلا حبيبتي، جيبي حليب الشكاير تاع 2500، راه متواجد خاصة في رمضان بكثرة. ديري الأجبان تاعك المفضلة اللي تحبيها، وادخلي نوري لك الطرق حتى البدائل، ونعطي لك كل حاجة تبغيها. شوفوا ذاك الجبن ولا أروع. الموس باش تخلفيه يعني بالسيف. واش نزيد لك فوق هذا؟ راني ندير معاكم غير الحاجة اللي تعجبكم، وشوفوا كيفاش يتبرش يا مدام. شوفي مليح وراني نوري لك في القطعة كي دايرة، نفسها القطعة اللي راني جبتها. اللي كانوا معايا في القناة الأولى يشفاو على اللي قالت لي بدلتي القطعة. المهم الله يهدي ما خلق. شوفوا أنا عندي الصدق والمصداقية، لو ما تنجحش معايا الوصفة نأكد لك مش راح نحطها لك. ما نحتاجش مشاهدات مزيفة ولا مشاهدات أنا ندير لكم حاجة اللي نخليكم تخسروا. عمري ما نقبلها، عمري ما نقبلهاش ليكم حبيباتي. شوفوا معايا كيفاش يتبرش وكأنه اللي يتباع. ذوقه رائع، يعني ما يشبهش 100% للجبن الأحمر. إذا بغيتي يشبه له دوك نعطي لكم كل الطرق والبدائل. شوفي كيفاش ويذوبة، يعني نصارحك باللي يذوب. بسم الله وعلى بركة الله نبداو هذه الوصفة الرائعة. احنا حبيبتي دائما ما ننساوش الصلاة والسلام على رسول الله. انا كنت حكمت 3 شكاير حليب، خليتهم رابو، درتهم هكا في كسرونة وخليتهم رابو. شعلت الكوشة سخنتها مليح، طفيتها دخلتهم في الكوشة وخليتها 24 ساعة. لقيته بهك يعني الحليب راب معايا. حطيته مباشرة فوق النار. حبيبتي انتي اللي ماكيش باغية ديري هذه الخطوة، حبيتي مباشرة تخدمي، ديري حبيبتي مباشرة، ديريه فوق النار الحليب، خليه يسخن، ديري الخل. نفس الطرق اللي مضارية نديرها معاكم. تخليه يسخن، كي يسخن ديري الخل مباشرة ينفصل بهالطريقة. انا هنايا كي نفصل لي كل شيء خليته يرتاح شويه. علاش نخليه يرتاح؟ بيه ينجمل في بعضه ما يبقاش مفتت. هنا طبعا راكم تعرفوا في كل وصفه نوري لكم كيفاش نصفي، لكن تلقاوني نعاود على جال المشتركين الجدد اللي دخلوا لي نقول لهم شرفتوا ونورتوا الاحباب. مرحبا بكم في قناتكم البيت بيتكم والعتبه ليا. على هذيك تلقاوني ديما نعاود الوصفات، لاني على بالي بلي يدخلوا كاين اللي ما تعرفش الوصفه، كاين اللي ما تقدرش تعاود ترجع للوصفه. تقول لك حبيبتي انا دائما تحت الخدمه. هنا حبيبتي تصفيه مباشره في الصفاية ولا في الشاش ولا وتيار وش عندك، وتقطريه مليح. شوفوا هذا الجبن بالذات لازم المصل نتاعو يتنحى كامل، ما تخليه ولا شيء. تروحي ديريه في الاشوار وترحيه، ديري له طبعا الملح، هذا مكان. مباشرة تروحي في كسرونة تكون ثقيلة ما تلصقش، ديري ملعقتين زبدة، ماذا بيك تكون حيوانية، ما كانش معليش أنا درت ماني عادي. تخليها فوق النار حتى تذوب كامل. هذه طريقة جديدة راح تعطينا واحد الجبن نكهة رائعة. من بعد رحت مباشرة نحيت هذاك الجبن ولا الجبن اللي نحيناه من المصل اللي درناه في الأشوار. شوفوا ما ضفت له ولا قطرة مصل. شتو كيفاش حاكم روحه لدرجة أنك يعني تحسيه كأنه محبب. ما تخافي ما والو، تبعي الخطوات فقط. هنايا تروحي مباشرة تحكميه كما راك تشاهدي، وتبداي تعبزي فيه بالملعقة، ومام طون راهي النار شاعلة على النار قليلة، وتبداي تحركي حتى تلقاي الخليط نتاعك ذاب كليا. ذاب وجا القوام نتاعو رائع. انا ما حبيتش نقطع لكم ولا مقطع، حبيت نخليكم تشوفوا حتى كيفاش ذاب. شوفوا هنا باش تكون المصداقيه. هنا في هذه المرحله اذا كانت عندك قطعه نتاع 20,000 ولا نتاع جبن احمر ولا كومونبير عفوا غريير، ربيها وزيديها له، راح تعطينا نكهه رائعه
تعطي لك حتى اللون الأصفر هذاك نتاع الجبن الأحمر. بغيتي تضيفي قليل من الكركم ولا زعفران ولا صفار بيضة، ضيفيه راح يعطي لك اللون الأصفر. أنا ما حبيت نضيف ولا شيء، خليته على طبيعته. درته مباشرة في هذا البول، خطيته بالسيلوفان ودرته في علبة محكمة الغلق وخبيته باش ما يقيسوا ولا شيء. يعني ديما تصرالي في التليفون أني كي نعود نفرغ من حسبات لي راني نصور ما نصورش، يعني يصرا واحد الأخطاء في التصوير. لو تشوفوا طريقة التصوير والتعب نتاع التصوير والله لا ديروا لي 1000 ولا مليار جيم، والله التصوير يتعب. يعني باش توصلك يعني توصلك الوصفة، اعرفي باللي مولات الوصفة راها سوفرات. شوفوا هنا حبيبتي، هذه هي النتيجة الأكثر من رائعة. حبيتي نديرو في بول باش يخرج لكم الشكل المدور، حبيتي ديري في مربع، وش بغيتي ديري حبيبتي، مستطيل كيما بغيتي، أنا ما نقيدكش معايا. هنا شوفوا كيفاش جحك مروح وحتى الموس ما قدرش يدخل، يابس بهذا المعنى الكلمة. راه مطبوخ مليح، ما تخافيش يخسر. خبيه فقط. دوك نوريلكم طريقة الاحتفاظ والمدة. ديري به لي غراتان، ديري به بيتزا صواغي والله هذوك الصغار، ديري به لي فولوفون. شوفي ديري به أي حاجة تدخل للفرن راح يكون ناجح معاك 100%. شوفي يعني غير ب15,000، 2500 2500 ميم با 15,000، 7500 وانتي درتي حبيبتي قطعة ما شاء الله تبارك الرحمن تحتفظي بها دير لك شحال من مرة، ونتيجة مضمونة. وماهيش تحضيرة جبنية وماهيش تحضيرة غذائية، جبن طبيعي 100%. قلت لك بغيتي تنكيه الحبيبة نكيه بال يعني بالجبن جريار ولا الأحمر. نقول لك حبيبتي اللي وصلتي هنا ونسيتي سهوا منك جام، من فضلك حبيبة ديري لي جميلة، كنت نستاهل. اللي مشي مشتركة وعجبك الفيديو نقول لك فضلا منك وليس أمرا، اشتركي فعلي زر الجرس ليصل كل ما هو جديد. هنا راني كليتة لأنه ذوقه رائع. أنا ما نقدرش نقاوم الجبن، لأن رغم أنه ممنوع عليا، لكن الأجبان هذيك اللي يعني اللي تتباع تكون فيها بزاف مواد حافظة، على هذيك اللي ممنوع عليا. وحتى هذه لأني ممنوع عليا الحليب ومشتقاته. الحمد لله على الصحة. دعواتكم لي في هذا رمضان ربي يرفد ضري، وإن شاء الله يوصلني ليه وش راني حابة يا رب العالمين. الإنسان يعيش غير لوليداته، هذا ما راني محتاجة، نعيش غير لوليداتي. الدنيا وما فيها الصحة، ماني نحوس على حتى حاجة في هذه الدنيا. صاي يعني رجعت نحوس على الصحة فقط، كل حاجة نسيتها، لا منزل ولا حتى حاجة. هنا حبيباتي راح نعاود نوريلكم كيفاش نحتفظوا بها. نديروها في الساشي هذا سيلوفان، هذيك راح نخدم بها قراطة، ومباشرة نديرها في هذا البول. نديرها في العلبة هذه محكمة الغلق، عندك بوخت مونجي ديريها، خبيها في الثلاجة تشد لك حتى 15 يوم لتحت وشهر الفوق يعني في الكونجيلاتور. ان شاء الله نكون جاوبت كل الأسئلة، نقولكم تهلاو في رواحتكم. سلام.